مستمعي هيبي اف ام الاعزاء، اسعد الله اوقاتكم. معكم انا ندى ابراهيم، اقدم لكم نشرة موجزة لاهم الاخبار واستهلها بابرز العناوين. الاسايش تمنع مناصري المجلس الوطني الكردي من الاعتصام في ديريك. الاتحاد الاسلامي الكردستاني يرفض استلام منصب رئيس البرلمان. مقتل مهاجر كردي في أستراليا. مرحبا بكم أعزائي المستمعين وإليكم التفاصيل. اعتصم مناصرو المجلس الوطني الكردي في ديريك في تمام الساعة 10 من صبيحة اليوم. اعتصام المجلس جاء احتجاجا على ما أسماه بعض ممارسات حزب الاتحاد الديمقراطي، وخاصة إدراج المناهج الكردية في مدارس المنطقة. هذا وقد خرج مناصرو حزب الاتحاد الديمقراطي في تظاهرة مضادة في نفس التوقيت والمكان. وللمزيد من التفاصيل أعزائي المستمعين حول اعتصام ديريك، معنا الآن عبر الهاتف من ديريك مراسل هيفي اف ام مالفا علي. مرحبا بك مالفا. اهلا وسهلا. مالفا، فيك تخبرنا بشكل اوسع عن مجريات التظاهره اللي صارت بالديريك؟ بعد ان دعا المجلس الوطني الكردي قبل يومين الى تظاهره صباح اليوم، خرج اليوم المئات او اكثر من 1000 شخص من مناصري المجلس الوطني الكردي في تظاهره سلميه احتجاجا على ممارسات حزب الاتحاد الديمقراطي بحسب توصيف الدعوه التي تم نشرها من قبل المجلس الوطني الكردي، الا ان قوات الاسايش منعت تلك التظاهره، وخرج المئات من مناصري حزب الاتحاد الديمقراطي لمنع تظاهره المجلس الوطني الكردي. مالفا، التظاهره الثانيه اللي صارت لشو كانت؟ شو الهدف كانت منها؟ التظاهرة اللي خرجت مؤيدة أو ضد المظاهرة اللي دعت إليها أو دعا إليها المجلس الوطني الكردي. تظاهرة حزب الاتحاد الديمقراطي أو تظاهرة الإدارة الذاتية كان الهدف منها منع التظاهرة التي دعا إليها المجلس الوطني الكردي. هنا يجب الذكر أن قوات الأسايش قد صادرت معظم الأجهزة الإعلامية كالكاميرات وأجهزة الهاتف المحمول، حتى مراسلتنا عالية محمد تم حجز موبايلها الشخصي. مالفا، هل حدثت اشتباكات بين الطرفين أم لم يحدث هناك أي اشتباكات؟ لم يحدث اشتباكات، لكن قوات الأسايش تعاملت بخشونة نوعا ما. ما موقف المجلس الوطني من هذه المظاهرة التي حدثت اليوم والتي كانت مناهضة لهم؟ أكد عضو المركز السياسي لحزب الديمقراطي الكردستاني السوري محمد علي لهيبي اف ام أن رسالتهم قد وصلت رغم منع قوات الأسايش لاعتصامهم، إلا أن رسالتهم قد وصلت، وكان الهدف منها تمديد بالمنهاج الدراسي الجديد. عالية محمد، وهي إعلامية في إذاعة هيبي اف ام في ديريك، هل حدثت أي اشتباكات أو أي مناقشات بينها وبين الأسايش بعد أن حجزوا على موبايلها أو جهازها المحمول؟ تعاملوا معها بعنف وصادروا الموبايل بقوة. هل أعادوا لها أم لا الموبايل أو الجهاز مالفا؟ الجهاز مصادر لدى الأسايش لغاية الآن. شكرا لك على هذه المداخلة مالفا علي. نعم أعزائي المستمعين، سنكمل نشرتنا الموجزة لأهم الأخبار وإليكم الخبر التالي. رفض الاتحاد الإسلامي الكردستاني طلبا للحزب الديمقراطي الكردستاني باستلام منصب رئاسة برلمان كردستان، وقال عضو رفيع في حركة التغيير لشبكة روداو أن تلك الطلبات غير رسمية، والاتحاد الإسلامي مع مواصلة البرلمان والحكومة أعمالها حتى الانتخابات المقبلة. وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني قد طلب من الاتحاد الإسلامي الكردستاني تشكيل حكومة جديدة من دون حركة التغيير والجماعة الإسلامية الكردستانية، وأنه مستعد لمنح الاتحاد الإسلامي منصب رئيس البرلمان.
أكد حزب العمال الكردستاني بأنه مستعد للخروج من سنجار عقب استعادته، كما أشار الكردستاني إلى أنه على استعداد للتوقيع على اتفاقية مع الحزب الديمقراطي الكردستاني حول ذلك ولكن بشروط. وأوضح العمال الكردستاني أن شروطهم تتمثل في أن يعترف الحزب الديمقراطي رسميا بوحدات حماية سنجار على أنها قوة مسلحة للكرد اليزيديين يتم دعمها من قبل حزب العمال الكردستاني. وقال المسؤول العام لحزب العمال في سنجار هبال عقيد لروداو: نريد المشاركة في معركة سنجار، نحن لسنا قوة أجنبية، نحن كرد أيضا. من جانبه قال القائد في قوات البيشمركة سربس لازجين عضو الوفد المفاوض عن الحزب الديمقراطي الكردستاني: لسنا مستعدين للاعتراف بقوات حماية سنجار كقوة مسلحة، هذا الأمر غير مقبول، فحزب العمال يريد أن يجعل نفسه صاحبا للمنطقة ونحن لا نعتبر ذلك شرعيا لأن حزب العمال غير مرخص في إقليم كردستان. قتل مهاجر كردي من كردستان إيران بعد فراره من مركز احتجاز للمهاجرين في أستراليا بجزيرة كريسماس آيلاند النائية في المحيط الهندي، وباشرت السلطات التحقيق في أسباب قتله عقب العثور على جثته يوم الأحد. وقالت وزارة الهجرة وحماية الحدود الأسترالية إن الرجل الذي هرب من مركز الاحتجاز يوم السبت كان كرديا من شرقي كردستان يدعى فاضل شيخني، وقد عثر على جثته في اليوم التالي لفراره. وقال آيان رنتول من مجموعة ائتلاف دعم اللاجئين لصحيفة سيدني مورينغ هيرلاند: مثل الكثيرين كان فاضل يعاني من تأثيرات الاحتجاز الاعتباطي طويل الأمد. كان قد قال لغيره من المحتجزين أنه لم يعد يحتمل ظروف الاحتجاز وأنه يريد أن يخرج فقط. يذكر أن السلطات الأسترالية تنقل طالبي اللجوء إلى جزيرة كريسماس آيلاند النائية التي تبعد مسافة 2650 كيلومترا إلى الشمال الغربي من مدينة بريث الأسترالية. تعرض المستشار السياسي لمجلس ثوار حلب والمدير السابق لمكتب تيار الوعد في حلب محمد ماهر كرمان للخطف من قبل مجهولين عصر يوم السبت من أحد أحياء مدينة حلب، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة. وقال شهود عيان لموقع زمان الوصل أن عملية الخطف تمت في تمام الساعة 4 من عصر السبت في حي الكلاسة الواقع تحت سيطرة قوات المعارضة. كما أصدر مجلس ثوار حلب صباح الأحد بيانا بخصوص اختطاف مستشاره، واتهم المجلس خلاله جبهة النصرة بالقيام بخطف مستشاره السياسي، وطالبها بالإفراج الفوري عنه وأن يتم عرضه على محكمة عادلة إن كانت هناك دعوى بحقه. نهاية الموجز، أشكركم على حسن الاستماع.